the People's Democratic Republic of Algeria. السيدات والسادة، يرجى التكرم بالوقوف إن أمكن للنشيد الوطني لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية. And now, please remain. بصوت العزة والكرامة، شعب وقف مع التاريخ وضحى لأجل الحياة وأقسم أن تبقى أرض الشهداء عالية مهما اشتدت النازلات. والسودان يجيب بصوت القوة والإيمان: نحن جند الله وجند الوطن، إن نادى الفداء فنحن له بكل قلوبنا وأرواحنا. يعدوا فالصخب بدأ في مدرجات ملعب المواجهة هنا في ملعب أحمد بن علي، وبصافرة الدولي المصري محمد أمين الذي يقود أحداث هذا اللقاء وهذه المواجهة. سفيان بن دبكة والقائد ياسين بن زية، وأمام بولبينا وبركان رضوان وآدم والناس. بينما في الجانب المقابل تشكيلة المنتخب السوداني في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء مع المدرب جيمس أبياه، فيها منجد النيل في حراسة المرمى أمام مصطفى خرشوم ومحمد إيرينج، ياسر جوباك في الجهة اليمنى وأحمد طبنجة في الجهة اليسرى. في المنتصف هنالك الثلاثي والد بطولة كأس العرب على استاد أحمد بن علي المونديالي هنا في مدينة الرياض. ركلة ركنية لمصلحة الجزائر الآن ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية تأتي لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب. تدخل يأتي من صلاح عادل، خلص الكرة إلى خارج أرضية الميدان. ركلة مرمى ملعوبة من جديد، منجد النيل في التوقيت المناسب يتدخل والإبعاد يأتي، والكرة والمحاولة تعود من جديد تصل عند حارس المرمى فريد شعال. مدربي مجيد بوكر، كرة بمحاولة أمامية لكن راية موجودة والتسلل موجود. التسلل يأتي هدفين مقابل هدف، عرضية داخل منطقة الجزاء، شعال يتدخل وفي التوقيت المناسب يبعد الكرة. عادت من جديد، طالت على جوباك إلى خارج أرضية الملعب. كرة بمحاولة جزائرية الآن ملعوبة تصل إلى الجهة اليمنى، البحث عن الانطلاقة، تمريرة لكن أيضا تغطية من طبنجة حاضر في التوقيت المناسب يبعد الكرة. ونحن معكم عبر قنوات الكاس في تغطيتنا المستمرة لبطولة العرب. محاولة داخل منطقة الجزاء، رأسية جزائرية أبعدت في التوقيت المناسب، عادت في الجانب المقابل، كرة تحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى رمية تماس. يعود عند حارسي المرمى منجد النيل، يبعدها إلى خارج أرضية الملعب، تصل بعد ذلك
إلى رمية تماس، لا زالت مستمرة وقائمة رأسية خطيرة جدا. الكرة الماضية تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. شوف العرضية وشوف الرأسية، الله، هي أول المحاولات الخطيرة لكنها مرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى. وأوصل صقور الجديان إلى منافسات بطولة كأس العرب. محمد نوفل أمامية من خاسم داخل منطقة الجزاء والسقوط، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى، ركلة مرمى، ركلة مرمى، ركلة مرمى. هنا اللقطة الماضية والمحاولة، هذه اللقطة، هذه الكرة والسقوط من عادل بولبينا إلى أرضية الملعب. حكم المباراة أشار باستمرارية اللعب، لا وجود للخطأ، وبالتالي لا وجود لركلة جزاء، لا وجود لركلة جزاء. تحولت في خلال منافسات هذه البطولة كرة بمحاولة عرضية داخل منطقة الجزاء، أبعدت في التوقيت المناسب. سراب نوفل خاسف، أمامية من خاسف إلى بولبينا، لكن التدخل في التوقيت المناسب. إيرينج. وبطولة كأس آسيا، كرة بمحاولة لمصلحة المنتخب الجزائري، طالت على بولبينا، طالت على بولبينا، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. والأمامية الآن غربال إلى الجهة اليمنى. محمد عبد الرحمن يعيد الكرة من جديد، وصلت إلى جوباك، عرضية من جوباك داخل منطقة الجزاء، عادت من جديد لمصلحة محمد عبد الرحمن، وصلت لمنتخب السودان، صافرة موجودة وخطأ يأتي لمصلحة السودان، خطأية تحولت لمصلحة الجزائر، وصلت داخل منطقة الجزاء. يا جزائري، أمامية، انطلاقة خطيرة، راية وتسلل، ركلة حرة غير مباشرة من علي أحمد المساعد الثاني. هذه اللقطة بولبينا كان متسللا، وبالتالي قرار سليم جدا من الحكم المساعد الثاني في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء. القليلة الماضية، في الدقائق القليلة الماضية، خطيرة جدا للجزائر، لكن منجد النيل يتصدى هذه المحاولة وهذه اللقطة، وهنا كرة اللاعب والمدافع إيرينج في التوقيت المناسب. في الجهة الماضية تحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة ركنية خطيرة جدا عن طريق بولبينا. محاولة تأتي الآن بنزية عرضية من ركلة ركنية، أبعدت، تحولت في الجانب المقابل، البحث عن المرتدة، عادت جزائرية من جديد، مرة أخرى منجد النيل، منقذ النيل. لا والله هذا الحارس البديل، هذا محمد النور. منجد النيل كان قد بدأ المواجهة، لكن الأمور الآن جاءت بعد إصابة بأن يجلس على مقاعد البدلاء. والإيرية وزالت مستمرة وقائمة، وصلت عن طريق بولبينا عادل، عرضية داخل منطقة الجزاء، هنا تعود من جديد، تحولت في الجانب المقابل الآن، مرتدة لمصلحة منتخب السودان، مرتدة سودانية في الجانب اليسرى، عرضية ملعوبة، تحولت هنا في اللقطة الماضية والكرة الماضية، وتحولت بعد الهيد عام 2011 هدف كاريكا، كرة من هدف الجزائر، لا محمد النور، وركلة حرة مباشرة للمنتخب السوداني هنا عن طريق عمار طيفور. يبدو بأن بوجبا هو اللاعب الذي سيقوم بتنفيذ الكرة، والمحاولة القادمة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، وبعدت في التوقيت المناسب. حاضرة تغيير في الجهة اليمنى، لمسة عن طريق صلاح يبحث عن التقدم في الجهة اليمنى، عرضية الآن، واستلم الكرة الماضية، لمست وتحولت وعادت للجزائر، لكن صافرة وخطأ، ملعوبة
أمامية ملعوبة في الجهة اليسرى، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية على يمين حارس المرمى، تحمل لواء الفيفا وترفع راية باسم العرب على أرضية ميدان أحمد بن علي هنا في أرض قطر المحبة والعروبة. ركنية جزائرية والنور، النور النور النور، محمد النور، النور اللي بيسطع، النور اللي بيسطع. اللقاء في المدرج، انطلاقة من بول بينا، بول بينا الآن داخل منطقة الجزاء، بول بينا والنور، النور 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 النور. في هذا التوقيت يتدخل أيضا ويبعد الكرة والخطر، تحولت في الجانب المقابل مرتدة، ولكن هنالك بدران في الوقت المناسب، لكن محاولة عن طريق بول بينا ومحمد النور. محمد النور يشتعل من جديد ويتألق مرة أخرى. كرة بمحاولة جزائرية على مدرج الجزائر، الاشتعال وإشعال مدرج السودان. الله على أجواء مدرج المواجهات السادسة على مستوى البطولة والأولى في المجموعة الرابعة. كرة عرضية الآن لمنتخب الجزائر، أبعدت، عادت من جديد، لا زالت مستمرة، مرور 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 وتدخل وإلى خارج أرضية الملعب. دقيقتين ستضاف كوقت بدل ضايع. طبنجة في التوقيت المناسب، في التوقيت المناسب. أحمد يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة تصل إلى ركلة ركنية على يسار حارسي المرمى في مباراة اليوم. وكرة من ركنية داخل منطقة الجزاء رأسية إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى. البطاقة الحمراء على آدم والناس، وما فيها فار، ما فيها فار يا مجيد، ما فيها فار يا مجيد. هذه بطاقة صفراء ثانية، وهو لا 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 لا، مستحقة على والناس، مستحقة على آدم والناس البطاقة الصفراء الثانية، وبالتالي البطاقة الحمراء تظهر، البطاقة الحمراء تظهر على آدم والناس من خلال هذا التدخل. يعني حقيقة غريب التصرف من اللاعب آدم والناس على مستوى التدخل في اللقطة الماضية على اللاعب الجزولي. الجزولي نوح، والناس يترك أرضية الملعب بالبطاقة الحمراء، والناس يترك أرضية الملعب بالبطاقة الحمراء. هذا الحدث الأبرز في شوط بين المنتخبين. نلتقي في بداية الشوط الثاني إلى أن يحين الموعد. دمتم بحفظ الله ورعايته. بالصوت والصورة للزميل خالد جاسم وضيوفه في المجلس. 10 في خط المقدمة لمصلحة المنتخب الجزائري بعد حالة الطرد على اللاعب مدربي جيمس أبيا، ويسي أبيا اللي جدد حتى 2028 أيضا من دون أي تغيير. محمد النور يبدأ أساسيا بعد ما كانت الأمور تشير، وكرة ومحاولة سودانية لكن إلى خارج أرضية الملعب. طبنجة في الجهة اليسرى في المنتصف، والد الدين خضر، عمار طيفور السوداني في مباراة اليوم. كرة تلعب من ركلة ركنية سودانية عرضية داخل منطقة الجزاء، ملعوبة مرت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. على أداء منتخب الجزائر إذا لم يكن هنالك تعامل حاضر من المدرب مجيد بوقرة، وهي كبيرة في الأسماء من دون أي تغيير. حاولت مرور أمين يشير إلى استمرارية اللعب. تعود المحاولة في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة المنتخب الجزائري. ملعوبة الكرة أمامية لم تصل حتى منتخب السودان. ملعوبة الكرة أمامية لكن أيضا وطن الخير والمحبة والصبر هكذا يرددون ويبقون. محاولة جزائرية، كرة لمصلحة الجزائر، تسديدة تأتي لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد، إبعاد في التوقيت المناسب. تقريبا 30 لأكثر من 30,000، أكثر من 30,000 في مباراة اليوم، أكثر من 30,000 في موجودين في دانية. مرور بشكل مثالي جدا، غربال يلعبها، اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. الغناء والتصفيق ويطالبهم بالصراخ ومؤازرة الفريق في قاتم لحظات هذه المواجهة.
الكرة عن طريق غربال، اصطدمت في المدافع خاسف، تحولت من خاسف إلى ركلة ركنية. الآن محاولة سودانية ملعوبة تصل عن طريق ياسر جوباك عرضية، محاولة الوصول داخل منطقة الجزاء اتجاه اللعب من خرشوم، طالت الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. يعني هذا الأمر لا يتكرر كثيرا. كرة بمحاولة ملعوبة أبعدت في التوقيت المناسب. المنتخب السوداني يتقدم الجزولي في الجهة اليسرى الآن، سودانية عادت من جديد لمصلحة الجزولي نوح، لكن إبعاد وبطريقة في غير الجهة اليسرى إلى الجزولي. الآن الجزولي عرضية، لكن يبدو بأن هنالك راية موجودة. مرزيق حاضر على مقاعد البدلاء، مرتدة جزائرية. تدخل وبطاقة صفراء على طيفور، بطاقة صفراء على اللاعب عمار طيفور بعد التدخل في هذه اللقطة على بركان رضوان. يأتي قرار حكم المباراة وبعد ذلك إشار البطاقة الصفراء. هنا الإنذار والبطاقة الصفراء على طيفور بعد تدخله من أمام بركان، وخطأ لمصلحة المنتخب الجزائري، خطأ للجزائر. ومن كرة ثابتة يبحث عن تثبيتها في الشباك، عادل يسدد لكن تصطدم المحاولة، وبعد ذلك محمد النور يتصدى لمحاولة بول بينا. سلامات للاعبي منتخب السودان. كرة في محمد إيرينج، الكرة اصطدمت في محمد إيرينج لاعب المنتخب السوداني. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هذه التسديدة قوية جدا من بول بينا، اصطدمت في راس محمد إيرينج، وبعد ذلك التصدي يأتي من الحارس محمد النور. محاولة في الجهة اليمنى، عرضية داخل منطقة الجزاء، مرت وصلت سهلة عند حارس المرمى فريد شعال، وصلت عند تغيير الاتجاه اللعب في الجهة اليمنى. الآن عرضية لكن أيضا اصطدمت وأبعدت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. رائعا في بطولة كأس العرب لكن لم يتأهل. كرة من جديد سودانية الآن في الشباك الجانبية على طاري التسجيل والهدف الغائب منذ 13 سنة. آخر هدف سجل المنتخب السوداني كان عن طريق اللاعب أحمد عادل في شباك منتخب العراق في النسخة التاسعة هنالك في مدينة جدة. عادل هو من سجل هذا الهدف، آخر هدف لمنتخب السودان عام 2012 عن طريق الجزولي. عرضية من نوح داخل منطقة الجزاء، أبعدت، نزلت. مطالبة بركلة جزاء. حكم المباراة يشير بالاستمرارية. عادل يتقدم الآن، أبعدت الكرة من أمام صلاح، تحولت في الجانب المقابل، مرتدة لمصلحة المنتخب الجزائري، مستمرة. الكرة للجزولي. لا. حكم المباراة أمر باستمرارية اللعب. الآن دخول إلى منطقة الجزاء، عرضية خطيرة جدا. شعال يتصدى ويبعد الكرة والخطر والمحاولة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. اللي انطلق من الجهة اليمنى ولعب الكرة العرضية الماضية، لكن شعال في التوقيت المناسب يبعد الكرة والخطر والمحاولة إلى خارج أرضية الملعب. جدا كرة بمحاولة تقدم، تغطية دفاعية وإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية. تكلم عن قرابة 35,000 تقريبا في المباراة الواحدة. 35,000، 30 إلى 35,000 متفرج كمعد. شعال ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية وإبعاد في التوقيت المناسب. عادت مرتدة جزائرية، عادل تغيير الاتجاه اللعب من بول بينا، مرت من أمام الجميع وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. إسراء عن طريق بول بينا، تغيير الاتجاه اللعب
هنا لا زالت في أرضية الميدان ولا زال في التوقيت المناسب يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، والمحاولة إلى ركلة ركنية. رأتي منتخب السودان ملعوبة وابعدت في التوقيت المناسب، عادت من جديد، لا زالت مستمرة وقائمة، لا زالت في أرضية الميدان. التغطية والإبعاد عن طريق البديل سعيود، بعد ذلك إسلام سليماني. تعود من جديد المحاولة الآن عن طريق يوسف عطال، يبحث عن التقدم من الجهة اليسرى، ملعوبة أمامية لكن أيضا تغطية وإبعاد، لا زالت مستمرة وقائمة أمامية سهلة عند الحارس محمد. كانت مستمرة، تحولت جزائرية على مشارف في منطقة الجزاء، التقدم والمرور، لكن بعد ذلك التغطية الدفاعية وقرار حكم المباراة.